السلام عليكم. ازيكم عاملين ايه؟ النهارده فيديو جديد من قناتي. هعمل معاكم النهارده الشيش طاووق. يلا على طول نخش على المقادير عشان ما اطولش عليكم. اول حاجه هنزل بكوبايه زبادي، بعد كده هنزل عليها بنص معلقه او لا دي معلقه صغيره كده من الثوم البودر، ومعلقه صغيره من البصل البودر، وكمان هنزل بمعلقه صغيره من البابريكا، وعندي كمان نص معلقه من الفلفل الاسود، وعندي كمان اخر حاجة بقى احط نص معلقة من الكمون، وبعد كده احط عندي مثلا حوالي 3 معالق من الزيت الكبار، 3 معالق اللي احنا بناكل بيهم من الزيت، ونص ليمونة. مش هنعصر ليمونة كاملة لان انا هنا هستخدم نص كيلو من البانيه، لو هتستخدمي كيلو هتعصري ليمونة كاملة عادي. بعد كده هميكس او هقلب كل المكونات دي كده مع بعضها كويس جدا علشان كله يختلط بكله وكله ياخد من طعم بعض. هتقلبي المكونات دي كلها مع بعضها كده تقليبة حلوة، واخر حاجة هتحطي معلقة من الملح، كمان مرة هتقومي مقلبي المكونات دي كلها مع بعضها كويس جدا كده علشان كله يبقى يمتزج مع بعضه كويس. عندي هنا 3 قرون من الفلفل الرومي انا مقطعاهم مكعبات، وكمان بصلايه جبتها قسمتها بالنص وفككتها من بعضها كده زي ما انتوا شفتوا. هاخد معلقه من الخلطه اللي انا هتبل بيها الشيش طاووق وهنزل بيها على الخضار وهقلبه كويس جدا مع بعض، علشان الخضار بتاعنا يا جماعه يبقى متطعم، ما يبقاش ما فيهوش اي توابل كده. عندي نص كيلو من الفراخ البانيه غسلتها كويس جدا بالميه والملح، وعصرت عليها نص ليمونه، وبعدين اديتها شطفه وجبتها على البلانشه دي، وهبتدي ان انا اجيب الشريحه بالطول كده واقطعها لشرايح عادي جدا. جبت شريحه البانيه كده وبدات ان انا اقطعها شرايح او مربعات كده تكون سميكه. ممكن تستخدمي الوراك المخلية مفيش مشكلة، بس أنا كان عندي هنا صدور فراخ، بدأت إن أنا أقطعها كده بالطول. بعد كده كان عندي واحدة أو حتة بانيه كده كبيرة جبتها طبقتها على بعضها وبدأت برضو أقطعها بالطول زي ما انتوا ما شايفين، مكعبات كده حلوة بس تكون سميكة شوية. هجيب بقى الفراخ بتاعتي دي وهنزل بيها على التتبيلة اللي أنا عاملاها، وهقلب الفراخ كويس جدا جدا في التوابل أو في الخلطة اللي أنا عملتها دي علشان تتطعم كويس وتاخد طعم جميل. واهم خطوة ان انتي تتبلي الفلفل الرومي والبصل كويس جدا، لو عندك فلفل الوان تستخدميه عادي مفيش مشكلة، بس لو مش متوفر غير الرومي مفيش مشكلة يديكي نفس الطعم. هسيبها من ساعة لساعتين وبعد كده هشتغل بيها. عندي هنا الخلة بتاعت الشيش طاووق دي، انا نديتها كده بالمية او حطيتها في طبق فيه شوية مية وسبتها بتاع 10 دقايق علشان ما تتحرقش اول ما ادخل العيدان دي الفرن. بعد كده هتجيبي بقى ايه السيخ وتبتدي ان انت ترصيه. هنحط الاول بصلايه يكون القلب بتاعها وشه لفوق علشان تحكم معاكي حته الفراخ وما تقعش، بصلايه على قرن فلفل وحته فرخ، بعدين بصلايه هنقفل على حته الفرخه ببصلايه وقرن فلفل وحته فرخ، وبعد كده بصلايه وقرن فلفل وحته فرخ، وهتبتدي تعملي او كل السيخين بالمنظر ده، بصلة بعدين حتة فلفل بعدين الفرخة، وهنفضل كده لحد ما نملى السيخ بتاعنا بالحجم اللي احنا عايزينه. ممكن تقللي السيخ، ممكن تطولي السيخ، مش مشكلة. هنا كان الحجم المناسب بتاع السيخ بتاعي. هعمل معاكم برضو سيخ تاني علشان يبقى انا كده عملت معاكم سيخين، وهكمل بقية السيخ لوحدي اهو زي ما انتوا شايفين. بحط بصلة تحت بعدين قرن فلفل، بعدين بجيب قطعة الفراخ يا جماعة لو طويلة بطبقها على بعضها، بطبقها مرتين أو 3 حسب حجمها، وبقوم منزلها في السيخ، بقفل عليها ببصلة وقرن فلفل، وبحط حتة الفرخة وأقوم قافلة عليها برضو ببصل وقرن فلفل عادي جدا. سيخ بيبقى شكله تحفة. بصوا المنظر ما خدش مني دقيقة، على طول بجيب حتة الفرخة طبقها على نفسها وأقوم حطها في السيخ. هكمل بقى بقية الكمية دي لوحدي وبعدين أرجع لكم تاني. هنا خلاص كنت سيخت العيدان بتاعه الشيش طاووق دي كلها. هجيب صينيه، الصينيه دي بحط عليها الشبكه، وبعدين هرص العيدان بتاعه الشيش طاووق دي وهدخلها الفرن يا جماعه في الرف اللي في النص، وهشغل عليها الشوايه، مش هشغل الفرن من تحت، هشغل الشوايه وهبتدي اقلب كل شويه السيخ ده من على الوش ده للوش التاني، واقلب برضو كل سيخ من الوش ده 10 دقايق للوش ده 10 دقايق لحد ما ياخدوا لون جميل.
كنت أنا عاملة هنا رز بسمتي، وادي الشيش طاووق التحفة بتاعي كان طعمه جامد أوي يا جماعة، لسه خارج من الفرن بصوا ما اتحرقش وخد معايا لون، قعد بالظبط مثلا حوالي ربع ساعة في الفرن، أقلب من الوش ده للوش ده لحد ما خد اللون الجامد اللي انتوا شايفينه ده. كنت عاملة معاه الرز البسمتي ده، هتلاقوه برضه أنا منزلاه في الفيديوهات، جربوه هيعجبكم جدا. بس وكده كان الشكل النهائي بتاع الطبق بتاعي، طبق تحفة يا جماعة يستاهل بقكم. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش اللايك والاشتراك، مع السلامة.